فلما اشتدت علتها ولم تتمكن من الخروج إلى قبر أبيها ولم تتمكن من الاتصال بسائر نساء المهاجرين والأنصار، أرسلت خلف علي أمير المؤمنين قائل: يا ابن العم، عندي وصايا وأريد أن أوصيك بها. قال: أوصي يا ابنة رسول الله، ستجديني منفذا لوصاياك كلها. قالت: يا ابن العم، أولا ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. قال: حاشا وكلا، أنت أبر وأتقى لله من أن أوبخك بشيء من مخالفتي، ولقد يعز علي فراقك. يا ابنة رسول الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون، من مصيبة ما أعظمها وأألمها وأمرها وأفجعها. قالت: يا ابن العم، إذا أنا قضيت نحبي فغسلني وحنطني وكفني وصل علي وادفني ليلا لا نهارا وسرا لا جهارا، وعفي موضع قدري ولا تشهد جنازتي هؤلاء الذين ظلموني فإنهم عدوي وعدو الله. وأريد أن تتخذ لي نعشا، رأيت الملائكة صوروا لي صورته، فقال: صفيه لي، وصفته لعلي فاتخذه لها بعد وفاتها. يعني يا ابن العم، أريد نعش، أريد تخت روان حتى لا يبرز جسمي، حتى لا يرى أحد طول قامتي ولا حجم بدني، لأن الزهراء كانت من النساء العفيفة، من النساء المخدرة، كانت من النساء المحافظة، كانت من النساء الملتزمة بأحكام الحجاب، كانت من النساء الملتزمة بأوامر الله تبارك وتعالى، إلى درجة ما تريد أن يرى أحد طول قامتها بعد وفاتها، ما تريد أحد أن يرى حجم بدنها حتى بعد وفاتها. لذلك قالت: وأريد أن تتخذ لي نعشا، رأيت الملائكة صوروا لي صورته، فقال: صفيه لي، وصفته لعلي فاتخذه لها بعد وفاتها، وهو أول نعش صنع في الإسلام. ثم قالت: وإن تزوجت من بعدي فتزوج بابنة أختي أمامة بنت زينب، فإنها تكون لولدي الحسن والحسين مثلي، واجعل لها يوما وليلة، ولولدي الحسن والحسين يوما وليلة، ولا تدع أحدا يصيح في وجه الحسن أو الحسين، فإنهما يصبحان يتيمين غريبان منكسران. بالأمس فقدا جدهما رسول الله، وغدا يفقدان أمهما فاطمة. ثم قالت: يا ابن العم، وإذا دفنتني فاجلس عند قبري وأسمعني تلاوة القرآن، فإني أحب سماع صوتك وأحب تلاوة القرآن وابتداء قراءة القرآن على القبور، وتشريعها من وفاة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ويا وحين حضرت المنية حضر عدا الوصيب وقت الوصية، تقل اقراب يا بعد الروح قرب ليها
العيال دمع خاط يقللها دق الليل الشايسين مرتي شبدتي يا محسين وحسين تقلب وكيت وصلي يا ابو الحسنين اريد اللي تشوف عليه تصبي وتراني طارة ولو غسلتني اريدك لا تجس ضلعي ومتني اخاف يذوب قلبك لا يا شفيتني او خلفاي علي ليت وخاف واني بكت والعين منها شاب حالي او بحسين وحسن قامت توصي تقل العدو علي لا تخلي يصلي ولا بشيل الناس يحضر وانا لو رحت عنك يا ابو حسين اريد انك تجي القبر يبكي الحين ما انت تثار قلبي وقرتي قلبي بيك كل ما جيت يسار ولا يقلل ترى قلبي شعرتي بوصيتك هاي وفاد لسبتي دقول البيت شنو لا تغيبي علي ولو فقدتك ما اقدر اصبر بنت ماين ام من حليلة من وآي لون من كان ظل مهايا وأذايا ولأي الأمور تيقبل ليلايا بضعة المصطفى ويعفى ثرايا وقضت فاطم وفي الجنب منها أثر للسياق من أعداء كان تحت الخضراء بنت نبي صادق ناطق أمين سواها